تخيل معايا كده في موديل ذكاء اصطناعي جديد الحكومة الأمريكية نفسها وقفت نزوله للناس أسبوعين عشان يراجعوه الأول. إيه اللي جوه الموديل ده لدرجة إن هم خافوا يسيبوه؟ من 24 ساعة بس OpenAI نزلت GPT 5.6 رسمي لكل الناس، والأرقام اللي محققها جنان بجد. في الفيديو ده هقولك إيه الجديد، الأسعار، وهل هو يستاهل ولا لأ. متقفلش قبل الآخر لأن في حاجة واحدة محدش بيتكلم عنها وهتفرق معاك جدا. أهلا بيك يا صديقي في محمد AI لاب، المكان اللي بتفهم فيه الذكاء الاصطناعي من غير تعقيد وبالبلدي كده. لو أول مرة توصل هنا اعمل اشتراك وافتح الجرس عشان احنا بنغطي كل جديد في عالم ال AI أول بأول. يلا نبدأ على طول لأن النهاردة الموضوع كبير. بص يا سيدي، من الآخر كده GPT 5.6 مش موديل واحد، ده عيلة كاملة من 3 موديلات. وأوبن AI غيرت طريقة التسمية بتاعتها خالص. الأسامي الجديدة سول يعني الشمس، تيرا يعني الأرض، ولونا يعني القمر. حلوة صح؟ طب يعني إيه الكلام ده عمليا؟ خليني أبسطها لك. الموديل سول الفلاج شيب الأقوى، الشغل التقيل والبرمجة المعقدة. تيرا المتوازن، الاستخدام اليومي الجاد. لونا اللي هو الأسرع والأرخص، المهام السريعة والحجم الكبير. والفكرة الذكية هنا الرقم بيقولك الجيل، والاسم بيقولك الفئة. يعني بعد كده هتلاقي سول جديدة ولونا جديدة، كل واحدة بتتطور لوحدها. خلاص بقى مفيش لخبطة ميني وتيربو والكلام ده. طب ايه الجديد اللي يخليني اهتم؟ خليني اقولك على اقوى 4 حاجات. اولا وضع الالترا ده اكبر مفاجأة. ليه؟ موديل سول بقى فيه وضع اسمه الترا بيعمل حاجه زي السحر. تاني حاجه التصميم، اوبن اي اي بتقول ان في نقله حقيقيه في الذوق بتاع الموديل. بتديله توجيه عام كده وهو يطلع لك واجهات شيك ومريحه ومظبوطه. مش بس كده، هو بيبص على النتيجه النهائيه على الشاشه بنفسه ويصلح اي حاجه باينه غلط. يعني مصمم ومراجع في نفس الوقت. تالت حاجه واللي هي بروجراماتيك تول كولينج. الموديل بقى يقدر يكتب برنامج جواه ينسق بيه الادوات ويعالج النتائج الوسيطه بدل ما يرجع لك كل خطوه. أسرع وأرخص وأنظف. رابع حاجة الجي بي تي لايف، جيل جديد من موديلات الصوت بيسمع ويتكلم في نفس اللحظة. يعني تقاطعه وهو بيرد وهو يتعامل طبيعي زي مكالمة حقيقية بالظبط. وده غير إعلان شات جي بي تي وورك الوكيل الجديد بتاع الشغل. استنى بس، لسه ما قلتلكش على الأرقام اللي كسرت الدنيا. دلوقتي الكلام الجد، البنش ماركس يعني اختبارات القياس اللي بنقارن بيها الموديلات بتقول إيه. في اختبار البراوز كامب بتاع البحث على الويب، سول جاب 92.2، رقم قياسي جديد. اوف او اس وورلد 2.0 بتاع استخدام الكمبيوتر جاب 62.6، وعدى كلود اوبيوس 4.8 وهو مستخدم 85% توكنز اقل. يعني مش بس اشطر، اوفر بكتير. والمفاجأة الحقيقية لون الصغير قرب جدا من اداء جي بي تي 5.5 الكامل بتاع الجيل اللي فات بأقل من نص التكلفة، وتيرا عداه اصلا وهو ارخص منه. يعني الزتونة الجيل الجديد كله حتى ارخص موديل فيه بيلعب في مستوى كان فلاج شيب من كام شهر. طب بكام يعمل الحاج؟ اسعار الاي بي اي لكل مليون توكن. السول الإدخال $5 والإخراج $30. تيرا $2.5 للإدخال و$15 للإخراج. لونا $1 للإدخال و$6 للإخراج. ولو بتبني تطبيقات، في تحسين مهم جدا في البرومت كاشنج. بقى في نقطة تخزين صريحة تتحكم فيها، والكاش بيعيش نص ساعة على الأقل. دي حاجة هتوفر فلوس حقيقية. أما للمستخدم العادي الموديلات متاحة في شات جي بي تي وكودكس عادي جدا من امبارح. ودي الحاجة اللي قلتلك عليها في الأول ومحدش بيركز فيها. الموديل ده كان جاهز من يوم 26 يونيو، بس نزل لمجموعة صغيرة من الشركاء الموثوقين بس، بطلب من الحكومة الأمريكية اللي حبت تراجعه الأول. خصوصا إن سول ده أقوى موديل عملوه في السايبر سيكيورتي على الإطلاق. وبعد أسبوعين مراجعة رفع القيود يوم 8 يوليو ونزل للعالم كله يوم 9 يوليو. وده معناه إيه بالنسبة لك؟ معناه إننا وصلنا لمرحلة الموديلات فيها بقت قوية لدرجة إن الحكومات بتتعامل معاها زي التكنولوجيا الحساسة. خد بالك من النقطة دي لأنها هتتكرر كتير في السنين الجاية. من الآخر كده يا صاحبي، لو أنت مستخدم عادي بتسأل وبتلخص وبتترجم، لونا هتكفيك وزيادة وسريعة جدا. لو شغلك جاد يوميا كتابة تحليل شغل مكتبي، تقرا هو نقطة التوازن الذهبية. ولو أنت مبرمج أو باحث أو شغال على مشاريع تقيلة، سول بوضع الألترا دي لعبة تانية خالص. وكالعادة نصيحتي الدايمة، ما تاخدش كلامي ولا كلام حد، جرب بنفسك على شغلك أنت، لأن كل استخدام ليه الموديل بتاعه. ده كان جي بي تي 5.6 يا أصحابي. قول لي في الكومنتات انت هتجرب مين الاول، سول ولا تيرا ولا لونا؟ ويا ريت تقول لي عايز فيديو مقارنه عمليه بينه وبين كلود فيبول 5. لو الكومنتات عايزه هنزله لكم الاسبوع ده. عجبك ما تنساش اللايك والاشتراك، وشوف الفيديو اللي على الشاشه ده هيعجبك. سلام.